السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة وصفة جديدة وهي عصير الجوافة. طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. معانا هنا جوافة طبعا غسلينها ومنضفينها ومتقطعة على 4. هنحط عليها ربع كوباية سكر، هنقلبها كده، وهنجيب معانا الخلاط، هنحط كوباية لبن ساقع وعليه كوباية مية متلجة، وهنحط ربع كوباية سكر، وبعد كده هنحط الجوافة بتاعتنا. احنا ممكن نخزن الجوافة بتاعتنا وهي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهي عليها السكر كده. هنجيب اكياس ونحط كميات على قد اللي يناسبنا ونحطها في الفريزر. هتقعد معاكي سنة في الفريزر، مش هيجرالها اي حاجة ولا هتسود ولا يحصل لها اي حاجة. هنضرب العصير بتاعنا. طبعا لو حسينا ان العصير محتاج سكر هنزوده عادي، مفيش مشكلة. وبرضو لو حسينا ان سمك العصير على الكمية اللي احنا عاملينها السمك تقيل شوية، هنزود لبن او مية حسب اللي انتوا بتحبوه اكتر. هنجيب معانا مصفى وهنصفي كده العصير. طبعا لو انتوا اول مره بتشوفوني ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو ليكم اي اقتراحات حطوها لنا في الكومنتات واحنا هنشوفها. شايفين العصير لونه عامل ازاي؟ وطبعا حاجه بيتي ومضمونه، انتي عاملاها بايديكي في البيت. هنقدم العصير بتاعنا. بجد لازم تجربوها، هيعجبكم جدا ويعجب اولادكم. مش هتفكروا تشتروا اي عصاير تاني من بره. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل. باي باي.